نظريات الإعلام في 3 دقائق. نظرية الغرس الثقافي تعتبر نظرية الغرس الثقافي من أمتع النظريات التي يمكن شرحها للطلاب في الجامعات، لأنها تتحدث عن تأثير التكرار وكيف يشكل الإعلام نظرتنا للعالم دون أن نشعر. نظرية الغرس بتشبه قطرات المياه التي تنحت في الصخر، فالتكرار المستمر لنفس الصورة والأفكار في الإعلام يحفز في عقولنا صورة معينة عن العالم قد تكون بعيدة تماما عن الحقيقة. الفكرة الأساسية لنظرية الغرس الثقافي: تخيل أن عقلك مثل الحديقة والإعلام، خاصة التلفزيون والمسلسلات، هو الفلاح الذي يزرع فيها بذور كل يوم. إذا زرع الإعلام بذور بتقول أن العالم مخيف، وبعد فترة نبتت هذه البذور، ستعتقد أن الشارع خطر فعلا حتى ولو كان آمنا. النظرية بتقول أن الأشخاص اللي بيشاهدون التلفزيون بكثافة أكثر من 4 ساعات يوميا يبدأون في رؤية الواقع كما يصوروا التلفزيون لهم وليس كما هو في الحقيقة. طبعا لكي يفهم الطلاب هذه النظرية بعمق، هناك مفهومين أساسيين: متلازمة العالم المخيف، لأن التلفزيون بيركز على الجرائم والحروب، بيعتقد المشاهد الكثيف أن الناس أشرار وهناك احتمالية للسرقة عالية للبيوت، فيخاف من الخروج ليلا رغم أن منطقته قد تكون هادئة ومؤمنة. أيضا التيار العام: التلفزيون ده بيجعل الناس مختلفين يفكرون بطريقة، الناس المختلفة بيفكرون بطريقة واحدة تشبه ما يعرضه التلفزيون، يذيب الفوارق بين الطبقات وبين الثقافات ويجعل الجميع يتبنى نفس الآراء التي يروج لها الإعلام. على سبيل المثال صورة الطبيب أو المهندس، إذا كان التلفزيون بيظهر صورة الطبيب أو المهندس دائما الطبيب ببلطو أبيض وسماعه شخصية حكيم أو شخصية حكيمة، سيزرع في عقولنا هذه الصورة عن الطبيب. إذا قابلت طبيب يرتدي ملابس الكاجوال ويمزح قد تستغربه لأن الغرس الثقافي لدينا تضرر. أما المسلسلات غالبا من خلال المستويات المعيشية، المسلسلات بتظهر البيوت واسعة وفخمة وثرية، مع كثرة المشاهدة يظن الإنسان أن هذا هو العادي ويبدأ يشعر أن حياته الواقعية فقيرة أو ناقصة، وهذا هو التأثير الغارس. الفرق بين التأثير السريع الغرس الثقافي: التأثير السريع بتشاهد إعلانا فتشعر بالجوع، ده تأثير لفظي. أما الغرس الثقافي بتشاهد التلفزيون لسنوات فتتغير نظرتك للمرأة، للشباب، للنجاح، للإدمان، للأمان، تأثير تراكمي طويل المدى. طب إزاي نحمي نفسنا من الغرس الثقافي؟ يجب أن نعرف أو ندرك أن كل ما نراه نسخة معدلة من الواقع وليس الواقع نفسه، والوعي بأن التلفزيون يغرس فينا أفكار معينة هو أول خطوة لعدم التأثر بها بأي حال من الأحوال. لذلك فإن الغرس الثقافي من أمتع النظريات لأنها بتشبه قطرات المياه التي تنحت في الصخر. وهذا ما أردنا نقوله. شكرا لكم وإلى اللقاء.